ريادة الأعمال دي هي أنت المشروع. امتى اسيب الوظيفه وافتح بزنس؟ تلاقي إن الناس مثلا تقول لك اللي أنت ماشي فيه ده غلط أو اللي أنت بتعمله ده مش هينجح. الاس او بيز ازاي نقدر ان احنا نشغلها صح، وان انا خلاص هفتح بزنس فانا مش هصحى بدري، انت مش هتنام اصلا. تبقى أنت شاطر وأنت بتختار الوظيفة اللي تساعدك في رحلتك التانية. ستارت وذ واي. حط منظومة كويسة تتطبق في كل فرع وكل فرع يبقى على حدة يطلع نفس جودة المنتج. الوعي اهم ولا الفلوس؟ بالفلوس ممكن تحل لك أي حاجة، لازم اصلا بالبلدي كده قار ده يبقى قاري. بس مش هتعمل لك وعي ولا أساس صح تقوم بالبيزنس. بدات متاخر عشان انت تفتح البزنس بتاعك. جدا. انا لما جيت ابدا اشيميرو رامن ما كانش معايا اي حاجه وما كانش معايا حتى مبلغ صغير ابدا بيه. الرامن بتاعك او البرودكت اللي انت بتقدمه شايف ان هو بيحل مشكله؟ انا الرامن بتاعي مش بيحل مشكله اكل، هو بيحل مشكله باشن، شغف. لو انت ما بقتش صبي عمرك ما هتبقى معلم. علشان انا بخليهم يعيشوا الذكريات والوقت الجميل اللي هم قضوه وهم بيتفرجوا على الانمي. طب ازاي السعر بتاعي ما يبقاش اندر فاليود وما يبقاش برضه في نفس الوقت اوفر برايسد؟ خطوات لو انت مشيت عليها في اي مكان تطلع نفس النتيجه في الاخر. يعني البريك ايفن بتبان. تقل نفسك كبزنس وايز قوي قبل ما تاخد قرار التوسع. كل واحد مرسوم عليه الجدول بتاعه، ما تقارنش نفسك بحد. عرفت ازاي تسعر البرودكت بتاعك؟ ومش دايما قرار التوسع ده يبقى حاجه صح. لو انت صرفت فلوس كتير البيزنس ده هيتعب قوي 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 علشان يبقى بروفيتبل. يعني سنه ادفع من جيبي سنه اخسر؟ اعمل حسابك على مصاريف سنه معاك. مفيش حاجه في البيزنس اسمها غالي ورخيص.